ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا وحش الاسكوترات الكهربائية. سكوتر مش معمول عشان يتمشى، ده معمول عشان يطير على الأسفلت. معانا نان روبوت LS7 بلس. تعال نشوف هل يستاهل سعره ولا مجرد أرقام على الورق. نان روبوت LS7 بلس بيجي موتورين كهرباء، قوة إجمالية حوالي 5600 واط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تسارع يخليك تقول استنى استنى، والسرعة القصوى بتوصل لحوالي 90 كيلومتر في الساعة. وطبعا السرعة دي مش هزار ولا لعب عيال، ده سكوتر معمول للي عايز أداء حقيقي مش مجرد تنقل. بطارية 60 فولت 40 أمب أور، مدى استخدام يوصل ل 80 ل 90 كيلومتر حسب الوزن وطريقة السواقة. يعني مش كل شوية تشحن مرة وتنسى الموضوع. والشحن الكامل بياخد من 6 ل 8 ساعات. مساعدين أمامي وخلفي، كاوتش 11 بوصة أوف رود، ثبات عالي جدا حتى على السرعات الكبيرة. السكوتر ده مش بيتهز، حاسس إنه لازق في الأرض، سواء مطبات، طرق مكسورة أو حتى رمل خفيف. فرامل هيدروليك ديسك قدام وورا EIBS، إضاءة LED قوية، إشارات زائد نور خلفي، يعني أمان محترم. بس خليني أقولها بصراحة، ده سكوتر محتاج سواق فاهم. وزنه تقيل جدا، أكتر من 60 كيلوغرام. سعره عالي، مش مناسب للمبتدئين، صعب تتنقل بيه وتشيله. لو انت بتحب السرعة، عايز قوة حقيقية، وعايز سكوتر يعوضك عن موتوسيكل، نان روبوت LS7 بلس اختيار جامد جدا. لكن لو استخدامك بسيط ومشاوير قصيرة، يبقى ده أوفر عليك. لو حابب السرعة، لو حابب الإحساس بالقوة، لو حابب حاجة مختلفة فعلا، يبقى السكوتر ده معمول ليك. ما تنساش اللايك واشترك في قناة موتور بالعقل. سلام، وما توقفش بنزين دايما.